الكل بيحاول يوازن بين الشغل والحياة، لكن الحقيقة إن الحياة مش ميزان. الحياة نظام متكامل. الشطارة هنا مش إنك تفصل بين الأدوار، لكن إنك تدمج كل أدوارك في نظام واحد يخدم رؤيتك الكلية. لأن مهما حاولت توازن بين جزئين مش هتقدر تحقق المعادلة دي طول ما انت مركز في طريق وطموح ونجاح محدد. هتلاقي ان انت بتيجي على جزء مقابل جزء. علشان تعرف انت موازن لأنهي شكل، محتاج ترجع تطبق عجلة الحياة وطبقها بشكل ربع سنوي، علشان تشوف انت كنت فين وبقيت فين، جيت على ايه اكتر من ايه. لان المشكلة بتكون في التفكير المجزأ. بنشوف حياتنا كصناديق منفصلة: صندوق للشغل، وصندوق العيلة، صندوق الصحة، صندوق الدين. لما صندوق بيتملي الصندوق التاني بيفضى. بنحاول ندي 100% لكل صندوق، وده مستحيل. بالتالي بنحس دايما بالتقصير والإرهاق وفقدان للهدف الكبير، ومنبقاش راضيين عن نفسنا. بناء نظام حياة متكامل هو مهارة التصميم الواعي، إنك تحدد قيمك الأساسية اللي بتحكم كل أدوارك، وتخلي كل دور يغذي الدور التاني. لأن قيمك وقتها هي اللي هتحركك، مش ميزان الموازنة بتاعك. المهارة دي بتعتمد على التخطيط من أعلى لأسفل. تبدأ تشوف الرؤية الكلية لحياتك، وبعدين تصمم الأنظمة اليومية اللي بتخدم الرؤية دي بناء على قيمك الشخصية. وده بيحول حياتك من مجموعة مهام لرحلة ليها معنى. نظام الحياة المتكامل بيحول حياتك من مجرد محاولات متفرقة للحن متناغم بيوصلك للنجاح. اكتب قدامك الأربع قيم الخاصين بيك والأربع أركان الأساسيين في حياتك، وحدد فعل واحد بسيط هتعمله كل يوم علشان تغذي كل ركن أساسي في حياتك ما يكونش بيتعارض مع قيمك الشخصية. وده هيضمن إنك تدي اهتمام مستمر لكل جوانب حياتك المهمة من غير ما تضحي بأي جانب أو تحس بتأنيب ضمير. ولو عايز تعرف ازاي تصمم نظام حياة يضمن لك النجاح والاستدامة، أجندة من الألف للياء بتعلمك ازاي تبني نظام حياة متكامل فيها صفحات مخصصة تساعدك تنظم حياتك وتبني خطتك المناسبة المعتمدة على قيمك الشخصية وأركان حياتك المهمة بالطريقة المناسبة ليك، تقدر تتابعها خطوة بخطوة. لو عايز تتعلم مهارات أكتر، ابدأ معانا دبلومة مهارات الأعمال اللي بنقدمها في من الألف للياء، وتعلم كل المهارات اللي هتحتاجها في حياتك الشخصية والعملية. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.